ومحضرت لكم اليوم وصفة للعزايم، لثائف اللحم محشية بالدجاج، الفستق الحلبي، اللوز والرمان. يلا سوا نشوف الطريقة. مرحبا، إن شاء الله الكل يكون بألف خير. اليوم برجع لكم بحلقة جديدة. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا بهالحلقات اللي عم تشوفوها معي. وبرجع بذكركم، بحب أعرف متابعيني من أي بلد، وإذا في أي طبخة معينة بتحبوني أعملها قولوا لي من أي بلد وشو الوصفة اللي بتحبوا نعملها، خليني أجرب وأعملها معكم. فاليوم عنا وصفة جديدة بما أنه قربنا على سنة جديدة، فهيدي بتبقى حلوة إذا بنعملها على رأس السنة. لنقول هعمل رولات اللحم، يعني اخترعت تقريبا الحشوة، فحنشوفها سوا وحندوقها سوا. بما أنه كمان هلأ موسم الرمان، هيدا الرمان اللي فرطناه بدنا نحشي اللحمة. هيدي اللحمة حطيت لها بصل بودرة وتوم بودرة وشوية ملح وشوية طحين، وطحنتها على الطحانة. عندي هون دجاج وبهار أبيض وبهار دجاج مفروم ناعم مع بصل قليتن. هيدي بس نمد اللحمة بدنا نحشيها دجاج. وهيدي البروفولون، جبنة البروفولون، فيكم تستعملوا موتزاريلا. عنا حبق مجفف، عندي فستق حلبي محمص بلا ملح مش مملح، وعندي لوز مقشور. فخلينا نشوف هلا كيف بدنا نمدها للحمه وكيف بدنا نحشيها ونلفها ونشويها بالفرن، بعدين نقطعها رولات. وان شاء الله هيك الوصفه تكون على ذوقكم. وبهالمرحلة منضيف على اللحمة الطحين البهارات، تكمش منيح ساعتها ومنطحنها لتصير مثل لحمة الكبة. هي أنا جبنا الخشبة، وهلأ بدنا نمد اللحمة. نشوف كيف حتنمد معنا. خلينا نبلش نلبس الكفوف. لما نبلغص فيها مثل ما قلنا نحن بحاجة لورق زبدة، صح؟ وهيدي اللحمة حطيت لها طحين. أنا فكرت بالكعك بس قلت الطحين يعني بيكمشها مزبوط. خلينا نجرب أول شي. نمدها. شو طابخين اليوم انتو؟ شو عاملين؟ هلا هيدي الحلقة عم تتسجل طبعا قبل بآخر السنة يعني. وإن شاء الله هيك بتعجبكم هالوصفة، بتجربوا هيك تعملوها وتقولوا لي شو رأيكم. الوصفة من اختراع نسرين في كتير رولات بتنحشى يعني شغلات وهيك، بس قلت اليوم خلينا نجرب هالطريقة. فخلينا نمدها منيح. بعدين نحن بحاجة لورق الزبدة. هلا بدنا نحط فوقها ان شاء الله تكمش منيح، لانه كمان بدنا نحشيها جبنة، فما بدنا المي جوا تجرب انه تفلتها للحمة عن بعضها. بدنا نجرب قد ما فينا انه نرصها ونكبسها. واحدة تانية. يا عيني عليكم، كتير منيح. هلا بدنا نجيب الشوبك ونبلش نرقها. هيدا على جنب. بعتقد انها سميكة شوي، هلا فيني انا ارجع اخفف منها نتفة. هي بتعمل 2 شكلها. قلت لكم هي اول مرة انا عم جربها بهالطريقة. هيدا الدجاج اللي طحناه وبهرناه، وهيدي اللحمة مديناها. خلينا نشوف كيف بدنا نعملها. أول شي بدنا نستعمل الجبنة، بنمد الجبنة
بعدين بنحط الدجاج. اهم شي نحن نغلقها كتير منيح كمان، قد ما فينا يكون يعني اللحمة مش كتير مدهنة والدجاج مش مدهن. طبعا هذا صدر الدجاج مطحون، حتى ما يعني ينزل مي بقلبها وتفرط. هلا بنجرب نسكرها قد ما فينا منيح، وان شاء الله بتصير تمام وكل شي بيزبط. مثل ما نكون شايفين هي هاللحمة هيها والدجاج. هلا بعد بنزيد الرمان والقلوبات عليها. عندنا هون الفستق الحلبي، انا جربت شوي اقطع بالسكين، فلانه بيفرز نكهته بيعطي نكهه اطيب. وهلا بدنا نحشي فيه الدجاج كمان، فجربوا انتم حمصوه شوي بالفرن كمان اطيب ما يكون ني. هلا عم نحشيها، عم نحط الفستق الحلبي. غير شكل هالحشوه لتطلع. شفتوا كيف صار عنا هون الدجاج المقلل المطحون مع البصل وبودرة البصل والثوم، الرمان، اللوز المبروش، والفستق الحلبي، والجبنة البروفولون. وهلأ بدنا نلفها. بس هلأ بدنا نجرب نلفها كتير منيح بعد ما حشيناها، على أمل إنه ما نتعرض لحوادث سير. خلينا نوسع شوي هون. وهيدا عنا اللوز كمان، نسينا اللوز. لا لانه كله هيدا بيعطي الوان حلوه، وما بلا ما نحشيها لحمه مفرومه بتاع اللون بيكون كتير غامق، فبدكم هيك الوان تفتحها لانه اللحمه اوريدي هي حتعطينا لون. يعني اللحمه غامقه مش مثل الدجاج. شو حنعمل هلا؟ نجرب. هاي عنا اول قطوع. شلناه. بعدين عنا ثاني ميل. هلا خلصت وعم نبلش نظبط الصحن، بس عن جد طالع منظرها بيجنن. شوفوا قطع هالرمان اللي بقلبها غير شكل. شفتوا كيف؟ غير شكل بالفعل طالع هالرولات. يعني عن جد مش صعبة كتير وبتستاهل يعني تعملوها، خاصة عزيمة، حفلة آخر السنة، رأس السنة، عازمين الأهل مع بعضكم، الأصحاب، بيطلع غير شكل. وهينا رتبنا الصحن وطلع بشهي. وليكم أحلى هالرمانات كمان. تكبوا نتفة رمان مع لوز مع فستق حلبي، كله غير شكل بيطلع. عن جد صحن ببيض الوش. انطروني مرة الجاي، جربوها، قولوا لي شو رأيكم. بشوفكم مرة الجاي.